بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: مرحلة فارقة في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب من عام 1171 إلى 1204. لماذا هي مرحلة فارقة؟ لأنها شهدت سقوط 3 كيانات مهمة للغاية، وبالتالي يمكن اعتبار الثلث الأخير من القرن الثاني عشر والسنوات الأولى من القرن الثالث عشر مرحلة مهمة للغاية. شهدت هذه السنوات تغيرات غير مسبوقة وسقوط كيانات استمرت مدة طويلة. 1171 سقوط الدولة الفاطمية التي صنعت شرخا في جسد المسلمين وأدت إلى انشقاقهم السياسي والمذهبي وتصارعهم معا، وبالتالي سقطت بعد قرنين من الزمن بفضل عوامل عديدة داخلية وخارجية، ومن أهمها ضعف الخلفاء الفاطميين وعدم اكتسابهم أي شرعية، بل كل الحكام الفاطميين، والأزمات الاقتصادية التي مرت بها الدولة، وزيادة نفوذ وزراء التفويض، ثم عدم اكتسابهم شعبية وشرعية حقيقية، ونجاح الحلف العباسي النوري في إسقاط الدولة الفاطمية التي سقطت من الداخل قبل الخارج. وسقوط الدولة الفاطمية مؤشر في غاية الخطورة، لأنه كان المقدمة الحقيقية لاسترداد بيت المقدس، لأن مصر سوف تدخل في دائرة الجهاد بعد سبات فاطمي طويل واحتضار فاطمي طويل. 1187 سقوط مملكة بيت المقدس الصليبية في أعقاب معركة حطين الحاسمة، ومرة أخرى هناك عوامل ضعف داخلية لدى الكيان الصليبي ساهمت في إسقاطه، فالسقوط من الداخل قبل الخارج. وكان إبعاد الفاطميين عن القاهرة وإسقاط القاهرة وعودتها إلى المعسكر السني هو المقدمة لإنجاز 1187 لأول مرة تسقط مملكة بيت المقدس الصليبية منذ أن أسسها الصليبيون عام 1099. وطبعا هي لم تسقط كاملة لوجود أطراف أقامها الصليبيون كي تحمي القلب إذا ما سقط وتجدد الدماء. هذه نقطة مهمة. فانتقلت إلى عكا من خلال ما يعرف بالحملة الصليبية الثالثة 1189-1192. نأتي للحدث الثالث الذي هو زلزال حقيقي، سقوط القسطنطينية لأول مرة في تاريخها منذ القرن الرابع الميلادي. هذا حدث خطير ويعتبر انتحارا للحركة الصليبية، فكشفت الحركة الصليبية عن حقيقتها بوضوح، والعامل الاقتصادي واضح تماما. فالبندقية أرادت الانتقام من قسطنطينية والسيطرة على مكاسب اقتصادية ضخمة، وبالتالي اتضح لنا أن الحركة الصليبية لها أهداف معلنة، أهداف مستترة. من الأهداف المستترة التنصير وإنهاء دور المسلمين كوسطاء تجاريين وإسقاط القسطنطينية التي اعتبرت كنيستها كنيسة ملكة منذ الشرق الأعظم عام 1054. الأحداث الثلاثة أحداث محورية، عندما نتأملها نجد أنها موزعة بين القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبالتالي حدثت تغيرات خطيرة نتيجة هذه الأحداث. ولا شك أننا علينا أن ندرك أهمية دراسة سقوط الكيانات السياسية
ونقيم مقارنات بينها. مثال واضح: سقوط عكا آخر أملاك الصليبيين في بلاد الشام 1291 وسقوط غرناطة 1492. هذه نقطة مهمة. والسقوط دائما كان يشغل المؤرخين. لماذا؟ لأن هناك مراحل احتضار طويلة قبل السقوط الفعلي. هذه زاوية. ولا ننسى أن السقوط يكون أيضا نتيجة فجوة الأجيال الصليبية لاحظها ويليام ستيرانس في استراليا. يقول: ما الذي حدث لنا؟ الجيل الأول كان عدده قليلا وحقق إنجازات كبيرة، أما الآن فصلاح الدين يلعب بنا. هذه زاوية مهمة. وبالتالي علينا دراسة عوامل السقوط والاهتمام بهذه المرحلة المحورية التي تشمل الثلث الأخير من القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر. شكرا جزيلا.